والله يا ابو جبل، انا مش عارف اعزيك على انك كنت السبب في خروج المنتخب من افريقيا، ولا بارك لك انك رحت الاهلي. الصراحه المشاعر متضاربه. يا اخي جيك ضربة في مقاميعك. منتخب ايه وزفت ايه بس؟ هما يفضلوا يعكوا ويخترعوا وفي الاخر يشيلوها لابو جبل. وبعدين انا عاوز اعرف ليه انا السبب في هزيمة المنتخب. السؤال حلو يا سي جبل. اجاوبك انا بقى. اولا، انت ما صدتش ولا كوره في ضربات الجزاء. ثانيا، انت ضيعت اخر كوره. وبعدين انا عايز اعرف انت كنت ليه حادف على الناحيه اليمين؟ ما هو في ناحيه شمال برضه. لا حول الله. مش عارف ليه عايزين ابقى شمال. يا عم ربنا يجعلنا من اهل اليمين. بص بقولك ايه، اهم حاجة ان انا رحت الاهلي، وكمان هبقى الحارس الاساسي هناك. بس خلي بالك، 3 شهور والشناوي هيرجع يلعب تاني وهيركنوك على الدكة. أنا من رأيي كنت قعدت في البنك الأهلي وضمنت مكانك أساسي هناك. يا ابني انت غبي. ما هو البنك الاهلي ده تبع النادي الاهلي، زي كده بالظبط المقاولين العرب. بيشتغلوا في الرمل والزلط والاسمنت، بس عندهم نادي. فالاهلي زي كده عنده بنك. أيوة أيوة، عشان كده أول ما اختاروك رحت على طول. طب اشمعنى الزمالك ملهوش بنك وكان يبقى اسمه نادي البنك الزملكاوي؟ يا عم زمالك ايه بس؟ ده هم عليهم فلوس للبنك. وبعدين هم اتصلوا عليا كتير وعايزين قال ايه ارجع العب تاني هناك، بس هبقى احتياط العواد. قلت لهم حمزة. ما انت باين عليك كنت عارف انك رايح الاهلي يا سي جبل يا عفريت انت. المهم قول لي، اللي هو بصحيح الجزازه اللي كانت معاك دي كان مكتوب عليها ارقام لعيبه الكونغو والزاويه اللي بيشوطوا فيها؟ يا ساتر عليكم انتوا يا مصريين، تحبوا تطلعوا اشاعات كتير. يا عم دي ازازة عصير قصب، قلت اجيبها علشان ما هبطش لو ضربات الجزاء طولت شوية. عصير قصب؟ طب كنت هات لك كوبايه قهوه كانت تفوقك شويه من اللي انت فيه. المهم يا ابو جبل، اللي هو انت بصحيح من اسيوط؟ اصل محسوبك من محافظه اسيوط مركز ديروت. انت من ديروت؟ يا ساتر يا رب. ايوه يا سيدي انا من اسيوط.